قولولي عشان تجيبوا صينية زي دي هتدفعوا فيها كام، والكحك مش هيبقى حلو ودايب وبنفس جودة اللي انتوا بتعملوه في البيت. هنعمل النهاردة كحك على السخن دايب بمعنى كلمة دايب. اتحداكوا ان انتوا تغيروا الوصفة دي او ان انتوا حتى تفكروا في يوم من الايام تشتروه. وهقول لكم على كل حاجة عايزين تعرفوها عن الكحك، هقول لكم على سواه، وهقول لكم ليه بيشقق منكم، وهقول لكم كيلو الدقيق بيطلع قد ايه كحك، وهقول لكم يتعجن بالمية ولا باللبن. كل حاجة عايزين تعرفوها عن الكحك هوضحها لكم النهاردة في الفيديو ده وبالتفصيل الممل. اول حاجه هنسمي الله، وهجيب معايا كيس دقيق، يعني كيلو دقيق الا كوبايه. الكوبايه دي بشيلها من كيلو الدقيق وبحط بدلها نشا. يعني المقدار اللي احنا اشتغلنا بيه النهارده كيلو اللي هو كيلو دقيق الا كوبايه. الكوبايه دي هنحطها نشا. بنخله كويس جدا، والنخل دي خطوه مهمه جدا علشان الكحك ما يطلعش معايا مكتوم. بوسع كده حفرة كده في النص، بحط فيها 3 معالق كبار سمسم محمص ومعلقة كبيرة ريحة كحك. بحط على المقدار اللي انا عاملاه ده اللي هو كيلو، بحط عليه 550 جرام سمنة، وانا النهاردة استعملت سمنة بلدي جاموسي. بحط السمنة على النار لحد ما تسخن كويس جدا وتتقدح، بس مع ملحوظة مهمة جدا، ما بخليهاش ولا لونها يغمق ولا تدخن، لان لو غمقت او دخنت هتبوظ لي الكحك وطعم الكحك كله، كأنك رميتي السمنة في الارض. بعد ما بتسخن وبتقدح معايا كويس جدا، بنزل بيها كده على في النص كده على السمسم وحبة البركة وعلى الدقيق. تحسوا كده ان الحاجات دي ريحتها طلعت كده اول ما حطيت عليها السمنة. وفي المرحلة دي بكون شغالة يا اما في طبق استانلس او في حلة، مش في حاجة ازاز او بلاستيك خالص. بقلبها كده بالمعلقة الخشب عشان ما ينفعش احط ايدي دلوقتي خالص. واول ما بحس ان هي بردت ببس العجينه يعني ايه، بدعك الدقيق كده بالسمنه وبتاكد ان الدقيق شرب معايا كل السمنه. والخطوه دي ما بنعملهاش خالص بالعجان ولا بنحتاج عجن كتير في الكحك. بعد كده بجيب نص كوبايه ميه دافيه وبحط عليها معلقه كبيره ممسوحه خميره. بصوا ما خدتش كيس الخميره كله. الخميره برضو لما بنكترها بتخلي الكحك يفرش معانا وما بيبقاش حلو. يعني هو مقدار الكيلو ده معلقه كبيره ممسوحه، مقدار مظبوط جدا على الشعره، ومعلقه كبيره سكر، وبسيبهم مع بعض حوالي 3 دقايق لحد ما الخميره تتفاعل. بحط بقى دلوقتي الميه بالخميره وبدعك الدقيق كويس، بدعكه بس ما بعجنهوش. وملحوظه مهمه جدا برضو، خطوه الميه والخميره دي بعد ما اكون بسيت الدقيق كويس بالسمنه. يعني قبل ما ببس الدقيق بالسمنه ما ينفعش احط اي حاجه خالص، دي برضو من الحاجات اللي بتبوظ الكحك. بعد كده بحطها وبلم كده العجينه لم بايدي، ما بعجنش خالص، لان لو عجنت هنشط الجلوتين. يعني ايه؟ يعني العجينه هتطلع معايا معيشه، انا عايزاها يا دوبك بس يشرب المكونات، يا دوبك ملم. بصوا بعد ما بخلص لم كده، بصوا عايزه اوريكم ملمس العجينه بتبقى معايا بتقطم يعني كده. دي عجينه مظبوطه. لو العجينه طلعت معايا زي البيتزا او العيش كده بتمط، يبقى كده العجينه عيشت وما طلعتش حلوه خالص معايا وهتديني نتيجه وحشه جدا. فهي كده يعني هو ده الملمس اللي انا عايزاه، عجينه بتقطم وفي نفس الوقت طريه جدا، يعني بمسكها في ايدي كده حاسه ان هي طريه. باخد العجين كده وبكوره كده وبطريه في ايدي الاول. انا هعمل النهارده وزن الكحكايه 25 جرام، انتوا لو عايزين تكبروا او تقللوا براحتكم، بس انا شايفه ان الحجم ده مناسب جدا. وبحطها في الصاج واحدة واحدة، يعني بكور واحدة واحدة وبعدين ببصمها. دي برضو نقطة مهمة جدا، ما ينفعش اعمل الصاج كله وابصمه مرة واحدة. دي برضو من الاسباب والحاجات اللي هتخلي معاكي العجينة تشقق، لان العجينة بتكون شمعت لما بتبصمي الصاج كله مرة واحدة بيشقق. انتي واحدة واحدة كده وهي لسه طرية بتقومي مبصمها، او حد مثلا يكون شغال ايده معاكي، يعني انت تكوري وهو يبصم عليكي، بنتك اختك اي حد مثلا كده. بخلص كده كل الكمية بالشكل ده، وبعدين بدخل الكحك على حرارة 180 في الرف المتوسط، بيقعد معايا نص ساعة بالظبط. حاجة مهمة برضو نسيت اقول لكم عليها، لما بنلاقي ان الكحك ناشف معانا ممكن ازوده كام معلقه سمنه سايحه، يعني ما بنزودهوش ميه ابدا. فككم من اي حد يقول لكم لو العجينه نشفت زودوا لها ميه، ابدا، لو زودتوا لها ميه بتنشف اكتر. وبرده لما بنيجي نعجن الكحك بنعجنه بميه دافيه فقط، ما تعجنوهوش بلبن ابدا. اللبن برده بيخلي الكحك يطلع ناشف، يعني سواء عجنتي بلبن بيطلع ناشف، كترتي الميه بيطلع ناشف. كل الحاجات دي بقوله لكم بناء عن تجربه، مش كلام كده والسلام. كيلو الكحك هنا في الوصفه دي، كيلو الدقيق معايا في الوصفه دي هيطلع معايا بالظبط كيلو و700 جرام من الكحك. يعني الصينيه اللي انتوا شايفينها دي قدامكم كلها اتعملت معايا بكيلو دقيق، اللي هي طلعت لي كيلو و700 جرام من الكحك. وصفه حلوه جدا، ناعمه جدا. الكحك طالع ناعم ودايب دوب، شايفين؟ بصوا بضغط على الكحكايه دايبه معايا. وصفه حلوه جدا، ان شاء الله باذن الله هتعجبكم وهتدعوا لي وهتبقى وصفتكم المعتمده. كل سنه وانتم طيبين.